ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده مع بعض هنعمل التوم. طبعا التوم ده من الموسم، يعني من السنه للسنه، فطبيعي ان احنا هنجيب كميه علشان نعملها. هنبتدي مع بعض ونعمل التوم. سهل خالص وبسيط. هنحطه عندنا في الفريزر، هنعبيه بقى في برطمانات او في اكياس زي ما انتوا عايزين. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه في التوم. عندنا بقى كميه من التوم اهي، هنبتدي نقطعها. بصوا بقى، جبنا التوم بتاعنا، هنفكه كده عشان انا كنت ربطاه، عشان وانا جايباه من السوق اعرف امسكه. نمسك بقى كده راس راس، هنقطع من هنا اهي، من الحته دي، علشان انا هقول لكم احنا هناخد الجذع ده نعمل بيه ايه. هنشيل بس القشره اللي في الاول، عشان القشره دي مش بتبقى نظيفه اهي، يا دوب بس القشره اللي من فوق دي، عشان دي ايه ما بتبقاش كويسه. هنبتدي نمسك من هنا كده وهنخرطها كده، تمام اهو. وهنا هنشيل القمع ده اللي في الطينه اهو. بصوا بقى، القشر ده هنركنه كده على جنب. اول طبقه في التوم اهي، اول طبقه دي انا مش هرميها عشان انا عايزاها، علشان هعمل منها حاجه تانية. ادي اهي على جنب، وادي راس التوم. هنبتدي بقى نقطعها كده اهي، دي كده كلها بحالها. دلوقتي هنفرمها اهي، بصوا اهو، ده اللي هيتفرم. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. وكده خلصنا الكميه بتاعتنا. ادي التوم اللي فصصناه اهو فصوص، وادي القشر اللي طلعناه من فوق التوميه على طول، وادي الحته اللي هي بتبقى فوق راس التوم على طول. دي همسكها افرمها لوحديها، وهعمل منها حاجات، احشي منها سمك، اعمل منها ميه للسمك، احط منها على مخلل، هتنفعني في حاجات كتير اهي. وادي التوم بتاعنا، وادي القشر ده اللي احنا هنعمل منه بودره التوم. جبنا بقى قارب اهو كده، هنحط فيه شويه كده. كل صينيه او قارب هنحطه فيها شويه اهو، وهندخلوه الفرن علشان ننشفه. ده هيخش الفرن ينشف، ده اللي بعد كده هيتفرم، هيتضرب في الكبه، هنعمل منه بودره التوم البودر. بصوا بقى، احنا جبنا خلاص اهو الخلاط، وهنبتدي نفرم التوم بتاعنا اهو. التوم طبعا احنا حطينا الورق كله في البوتاجاز في قوارب علشان ايه يتحمر وما نسهاش عليه، دايما نقلب فيه اهو. ادي التوم كده، نيجي بقى نفرم التوم بتاعنا. ادي التوم بتاعنا اهو، بصوا بعد ما اتفرم اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. ونكمل بقى كله على نفس المستوى ده. وادي حته التومه الخضراء اللي كانت تحت الراس على طول، حطيناها اهي علشان تتضرب. هنحط عليها اي نقطه زيت، الجدر الاخضر مش مشكله، بس التوم التاني لا. وهنضربه، الزيت بس هيساعدنا ان هو يلف ويبقى كويس. خلاص كده احنا خلصنا الكميه بتاعتنا. ادي التوم، وادي اللي عملناه لميه السمك او للسمك، وادي التوم البودر اهو. سامعينه؟ بصوا اهو. ده بقى هنمسكه هنضربه دلوقتي في الخلاط اهو. اهي العلبه عندنا، هنبتدي نحط دول شويه لسه في البوتاجاز، بس انا ايه هوريكم ده هيبقى عامل ازاي اهو. بصوا وكده خلاص. ادي التوم اهو خلص اهو. بصوا عايزه اقول لكم اهو، ادي التوم بتاعنا اللي عملناه، توم بودر جميل. هتعبيه في برطمان وهتشيليه عندك طول السنه، تستعملي منه. غالي جدا بره، انت كده عملتيه ببلاش عندك في البيت اهو، شايفينه اهو. تعالوا بقى نعبي بقى البرطمانات ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، عندنا التوم بتاعنا، وادي البرطمانات بتاعتنا. هنمسك بقى كده
بصوا هناخد من هنا توم اهو، نحط هنا كده. هنرش عليها معلقه زيت زيتون، ونحط عليها رشه ملح. بس هو كده هيقعد عندنا ومش هيحصل اي حاجه فيه ان شاء الله، يبقى زي الفل. كل سنه بعمله كده اهو. قلبه ونبتدي نعبي البرطمان كده اهو. ملينا البرطمان بتاعنا، هنقفله وكده تمام. هيتحط في الفريزر، هيبقى 100 100 طول السنه. تطلعي تستعملي البرطمان يخلص تطلعي غيره. نكمل بقى بقيه التوم بتاعنا. وكده خلاص خلصنا التوم بتاعنا كله، الكميه كلها اهو. التوم بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله. هنحط في الفريزر. وده العروق اللي فوق الراس على طول، اللي قلنا هنعمل منها سمك، نحشي منها سمك الكلام ده. وملينا العلب دي بتاعتنا برضو. وادي التوم البودر اللي احنا عملناه من القشر اللي كان على الوش. طبعا انا هتسلى فيه يعني. هنعبيه برضو في برطمان وهنشيله. وكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا وخلصنا التوم بتاعنا كله، عملنا الكميه كلها. ويا رب تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.